بص مبدئيا كده انا عارف ان انت متوتر ومش عارف تبدأ منين وكمان مش عارف تمشي ازاي، وكل يوم تصحى تلاقي نفسك تايه وسط مئات الفيديوهات والنصايح المختلفة اللي مفيش حاجة منهم بتنفع معاك. علشان كده بقى انا عملت لك الفيديو ده وجاي اقول لك النهارده ازاي تحط رجلك على الطريق الصح من غير لف ودوران. بس قبل ما نبدأ في الفيديو بتاع النهارده اتأكد ان انت مشترك في القناة علشان الفيديوهات اللي احنا بننزلها باستمرار توصلك في ميعادها بإذن الله، ومفيش اي حاجة تفوتك علشان تقدر تستفاد طول السنة. يلا نبدأ. واول حاجه عايزك تعترف بيها ان التوتر ده طبيعي جدا، اي حد في حياته عدى بالمرحله اللي انت حاسس بيها دلوقتي، مرحله التوتر. وعلشان كده انت مش محتاج فعلا ان انت تسمع 100 شخص في نفس الوقت او تمشي ب100 خطه، انت مش محتاج غير خطه واحده بس، خطه واحده تناسبك باداره تمشي عليها، اداره صح. لازم تفهم انت رايح فين. قبل ما تفكر في المذاكره لازم تسال نفسك هو انا عايز اخش ايه؟ طب انا بحب ايه؟ بحب اذاكر ايه؟ مش كل الناس فعلا تنفع تخش طب اسنان، مش كل الناس تنفع تخش علاج طبيعي، مش كل الناس ينفع تخش طب بشري، مش كل الناس ينفع تخش شرطه. حط ده في دماغك، كل واحد بياخد اللي فيه النصيب. هدفك مش لازم يكون كليه معينه، ممكن يكون شغف، ممكن يكون فكره، ممكن يكون مجال نفسك تخش فيه، وده اللي هيخلي كل يوم مذاكرتك ليها معنى بدل ما تبقى عايش تحت ضغط المجتمع. انت كده هتبقى عايش لهدف واضح. طيب تعالى بقى نخش على التقيل، ازاي تعمل خطه لنفسك. بص انت هتجيب المواد بتاعتك هتقسمهم، يعني انت دلوقتي علم علوم عندك 5 مواد، عندك العربي والانجليزي والفيزياء والكيمياء والاحياء. هتحدد مستواك في ال5 مواد دول، هتشوف بقى اصعب ماده بتواجهها ايه؟ العربي. طب اسهل ماده ايه؟ الاحياء. طب الماده الوسط الفيزياء الكيمياء. وهتبدا مذاكره بالماده اللي انت ضعيف فيها، وهتطول في وقت مذاكرتك في الماده اللي انت ضعيف فيها برضه علشان تشد فيها، علشان اخر السنه ما تقعش، علشان اخر السنه تجيب درجه حلوه هنا وتجيب درجه حلوه هنا وكمان هنا وفي كله. واهم حاجه في كل ده اللي انت تقسم يومك صح. انا بذاكر دلوقتي عربي، مدي للعربي 4 ساعات او 5 ساعات. قلت لك 4 ساعات او 5 ساعات، ما قلتلكش 10 ساعات، ما قلتلكش 20 ساعه، لان الكلام ده مش منطقي ومفيش حد بيذاكرهم. مفيش حد بيذاكر 20 ساعه في اليوم، مش منطقي. فانت بتذاكر 4 ساعات او 5 ساعات بتركيز جامد قوي، ابرك مليون مره ما تذاكر 20 ساعه في اليوم، لان انت مش هتعرف تذاكرهم اصلا. لان الفكره كلها في الالتزام، الفكره كلها في الالتزام والانضباط. انت ملتزم خلاص استمر. اللي انت تحدد جزء كل يوم تراجع عليه، بس مستمر على الموضوع ده، هتلاقي تطور ملحوظ جدا 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 في مستواك. وانت بقى بتقسم وقتك في المذاكره هتمشي بتقنيه اسمها تقنيه البرومودورو. يعني ايه؟ يعني عندك اوبشن من 2، يا اما تذاكر 50 دقيقه وبعدها تاخد بريك 10 دقايق تريح 10 دقايق، يا اما بقى هتذاكر 25 دقيقه وتاخد بريك 5 دقايق. شوف انت عايز ايه. انا قلت لك اهو، يا اما تذاكر 50 دقيقه وتاخد 10 دقايق راحه، يا اما تذاكر 25 دقيقه وتاخد 5 دقايق راحه. لو ذاكرت 25 دقيقه وخدت 5 دقايق راحه هتكرر 4 دورات، مره 25 دقيقه مذاكره، المره الثانيه 25 دقيقه مذاكره و5 دقايق راحه، المره الثالثه، المره الرابعه هتخلص ال4 مرات وتاخد ربع ساعه كده ايه بريك. يبقى انت كده ذاكرت ساعتين وربع ساعه بريك عشان تبدا في 4 دورات كمان، يبقى كده 4 ساعات مذاكره. لو هتذاكر بقى 50 دقيقه و10 دقايق، لا هتكررها دورتين وممكن تاخد نص ساعه راحه وتكمل كمان دورتين، يبقى انت كده ذاكرت 4 ساعات. وهكذا. هو ده تنظيم الوقت في المذاكره، اللي انت توازن بين تركيزك وراحته، توازن ما بين دماغك وهي شغاله ودماغك وهي فاصله. وانت بتذاكر برضك عايزك تعرف ان انت لازم تذاكر من مصدر واحد بس، مصدر موثوق منه، زي القنوات بتاعت اليوتيوب، مدرس مشهور وشاطر جدا وبتفهم منه كمان، فانت متابع الراجل ده. بتسمع الحصه مصدر واحد اهو، حصه الشرح حليت عليها وطبقت بايدك، انت كده ذاكرت الدرس. وهقولها اهو، هقولها تاني وبقولها في كل فيديو، مذاكره يعني ايه؟ مذاكره يعني فهم وكتابه وحل، فهم وكتابه وحل. ال3 دول لو ما عملتهمش وانت بتذاكر في دوره المذاكره بتاعتك، انت كده ما بتذاكرش. وعيدها تاني، انت كده مش بتذاكر. وحاول برضو على قد ما تقدر، على قد ما تقدر، اللي انت مذاكره النهارده هيبقى قديم بكره او بعده، فحاول ترجع عليه. يعني القديم لازم يترجع عليه كل اول باول علشان ما يتنساش. خلي بالك من الحته دي، فعلا اللي بيتذاكر بيتنسى. طيب تعالى بقى اقول لك علشان تضمن اللي انت ماشي صح يكون معاك ايه. بص، اولا لازم يكون معاك خطه واضحه وصريحه مناسبه ليك ولقدراتك انت ماشي بيها. من غير الخطه انت مش ماشي اصلا، انت بتخبط كده. فلازم يكون معاك خطه واضحه انت اللي عاملها بايدك. ولو مش عارف تعملها خش على جروب التليجرام، هتلاقيه جوه في الوصف في قناه اليوتيوب لينك جروب التليجرام الخاص بالثانويه العامه. خش عليه واسالني هناك بقى على اي حاجه، عايز جدول اعمله لك، عايز ملخصات ابعت لك، اي حاجه. وتاني حاجه لازم تتاكد ان انت بتذاكر في مكان هادي خالي من جميع التشتتات. والحاجه الثالثه بتبعد عنك اي مصدر من مصادر الملهيات زي الموبايل. ما تمسكش الموبايل وانت بتذاكر. لو انت بتذاكر بالموبايل هتعمل ايه؟ هتنزل بقى برنامج يفصلك، اي ابلكيشن زي تيك توك، اي ابلكيشن ملوش لازمه زي الواتساب. الحاجات اللي انت بتستخدمها في المذاكره سيبها.
يا اما بقى تمسك نفسك، لو حد بعت لك رساله ما تردش عليه غير بعد ما تخلص مذاكره، وهكذا. هتمشي بكده طول السنه. وافتكر دايما ان التنظيم مش معناه تعقيد، التنظيم معناه تنظيم في وقتك وحياتك. واسمعني كويس، المذاكره الصح مش معنى ان انت تذاكر ساعات طويله 16 ساعه في اليوم. المذاكره الصح لما يكون تركيزك على اعلى مستوى، لما تكون صحتك النفسيه على اعلى مستوى. وصلت كده؟ لان زي ما قلت لك، ساعتين في اليوم بتركيز ابرك مليون مره من 20 ساعه. ده غير اللي انت مش هتذاكرهم كلهم اصلا زي ما قلت لك. وانا والله عارف انك خايف، بس الخوف ده ممكن يكون سلاح في ايدك لو انت استخدمته صح. وانت دلوقتي في بدايه الطريق، وميزتك دلوقتي، الميزه اللي معاك دلوقتي، اللي انت الطريق قدامك لسه طويل، انت في بدايته، فلسه معاك الفرصه من اولها. بس اجمل حاجه في الطريق ده ان نهايته انت اللي بتكتبها بايدك. النهايه بتتكتب بايدك انت بس. كل يوم كل يوم انت بتذاكر فيه، انت كده بتحط طوبه في مستقبل انت بتبنيه. وما تنساش، ما تنساش تبدا معانا كورس الاحياء. اوعى تنسى تبدا معانا كورس الاحياء، هكون معاكم طول السنه. زي ما قلت لكم، اتاكدوا ان انتم مشتركين على قناه التليجرام وبرضو على قناه اليوتيوب دي، علشان توصلك كل الفيديوهات اول باول ومفيش اي حاجه تفوتك. زي ما قلت لك، عندك اي استفسار رقم الواتساب موجود جوه في القناه، خش كلمني عليه وهرد عليك. عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات وهرد عليك على طول. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، واتمنى بجد ان الفيديو يكون قدر يفيدكم كلكم. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله، سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.